مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. مرحبا بكم في قناه شيوات ملكه. تنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ومبارك عواشركم، وتنتمنى تكونوا دوزتوا العيد بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم التقليه على الطريقه ديالي، وغادي نوريكم الطريقه باش تنظفوا الكرشه، باش ما تبقاش في هذيك الريحه ديال اللي تكون ديال المزير ديال الغنم، لان هذيك ملي ما تتنظفش ملي تنطيبها تعطي الريحه، والاغلبيه ديال الناس ما تيبغيوهاش على قبل ديك الريحه اللي تكون فيها. وهاد الطريقه اللي غنوريكم راه طريقه سهله وعمليه. تنديروا عندي هنا طنجره فيها الماء غليان، كنديروا فيها الماء حتى يطيب، وتنوضعوا فيها ديك الكرشه. ملي تنوضعوها تنخليوها واحد شويه وتنحيدوها، ما تخليوهاش تعطل في الماء صافي. وتنكرطوها بهاد الطريقه هادي اللي وريتكم. هانتوما راه ساهله في التنقيه، واخا شويه سخونه تتكونوا تستحملوا ديك الحراره وتتكرطوا. هانتوما هادشي اللي تنحيدو ليه هو اللي تيخلي لينا التقليه، تيخلي المذاق ديالها ما تيكونش زين ملي تنطيبوها، تتكون فيها ديك الريحه. ملي تنقيوها بهاد الطريقه هادي تولي لذيذه، تكون فيها واحد المذاق لذيذ. صافي غنوضعوا ديك التقليه كامله في ديك الكرشه كامله في الماء، داك الماء غليان، وتنكرطوها بهاد الطريقه هادي. هانتوما ملي تنخلي واحد شويه راه تلقاوها رطابت وتجي ساهله. من بعد ما كملتها كلها هي بهذيك الطريقه نقيتها، تناخذ واحد الحامضه. انا وضعت نصف حامضه على حسب الكميه اللي عندكم ديال التقليه ديال الكرشه عفوا. وعندي واحد البانيو فيه ماء بارد، تنقطع فيه ديك الحامضه وتنعصرها تنورك عليها بالاصابع ديالي حتى يخرج داك الماء ديالها في داك الماء، داك العصير ديال الحامضه. هادي راه غادي تعجبكم. انتم راه تنغسلوها مزيان وتنقيوها كاع من ديك الشحمه اللي تتكون فيها، ومن داك الصفوريه ديال داك المزير ديال البهايم. تنقيوها مزيان كلشي من داك الشيء، من دوك الشوائب اللي فيها. نتوما راه كتشوفوها راه الكرشه ولات بيضاء، ما بقاش فيها شي حاجه. صافي تنوضعوها في داك الماء ديال اللي فيه الحامض، وهاد الماء راه حتى هو تيعطي داك المذاق ديال الحامض، تجي بنينه. نتوما ديك المعده ولا الكتاب ولا راه حتى هو تنقيوه مزيان، وحتى هو تنحيدو ليه ديك الجلفه اللي فيه بداك الماء سخون حتى تيبقى حتى هو ابيض، وتنقيوه مزيان ما تيبقى فيه حتى شي حاجه. في بعض الاحيان تيكونوا كاينين الناس اللي تيسلقوها تيخليو فيها داكشي وتيسلقوها، ولكن تتبقى فيها الريحه. وبهذه الطريقه تتكون نقيه. من بعد ما وضعتها في الماء ديال الحامض تنشللها، كنحيدها وتنشلها. وهنا عندي ديك الكرشه اللي غسلت مع شويه الريه وشويه ديال الشحمه، وضروري من شويه ديال شي طريفات ديال اللحم. تنخلط كلشي صافي، تنقطعوها طريفات صغار على هذا الشكل. تنقطعوا ديك اللحم طريفات صغار، وتنقطعوا ديك الكرشه، وتنقطعوا الريه حتى هي. صافي ملي تنكملها ان شاء الله ندوزو باش نطيبوها، باش نوضعوها في الطنجره. وصدقوني راه الا غسلتوها بهذه الطريقه راه غادي اللي ما تياكلهاش غادي ياكلها. انا عندي ربع كاس ديال زيت الزيتون، اللي ما عندوش زيت الزيتون يديرها مخلطه. ما تنكثرش الزيت لان التقليه وضعت فيها شويه ديال الشحمه. صافي تنوضع التقليه في الطنجره على هذا الشكل، تنوضع عليها التوابل. هنا عندي نصف ملعقه ديال الابزار، نصف ملعقه صغيره، وملعقه صغيره عامره ديال الزنجبيل سكنجبير، ملعقه تكون عامره ديال خرقوم بلدي، خرقوم عرق. هنا نصف ملعقه صغيره ديال الكمون، كندير غير شويه ديال الكمون. ملي تتقرب طيب تنزيد الكمون
حتى تنبغي نحطها وتنزيد ليها شويه ديال الكمون. هنا عندي 2 ملاعق صغار يكونوا عامرين ديال الفلفل الاحمر والملح. تنديروا القياس ديال الملح اللي تنحتاجو. تنضيف ملعقه صغيره ديال القزبر يابس وشويه ديال الحار، فلفله حاره، وهذه تتبقى اختياريه. وعندي واحد البصله متوسطه اللي تنحكوها بالحكاكه، شويه ديال القزبر ومعدنوس، 4 ديال الضروس ديال الثوم يكونوا كبار او 5 لان التقليه تتبغي الثومه. هنا عندي طرف ديال الحامض نزولو ليه ديك النواه اللي فيه باش ما يطلقليناش المرمره، وتنوضعوه تنقطعوه وتنوضعوه في الطنجره. صافي بدا نخلطوا هاد العناصر كامل في التقليه وتنوضعوها فوق النار باش تقلى واحد شويه، تنخليوها حتى تتقلى. من بعد ما تقلات ليا التقليه مزيان تنخليها حتى تتشرب داك الماء اللي تتطلق، لان ملي تنوضعوها فوق النار تطلق الماء. تنحركوها حتى تتشرب داك الماء صافي وتنمرقوها وتتشرب دوك التوابل اللي وضعنا فيها. وتنديروا القياس ديال الماء اللي تيكفيها باش طيب، والعافيه تكون متوسطه. وتنتمنى تجربوا هاد الطريقه في التقليه، راه تجي رائعه. وكما لاحظتوا معايا انايا ما تنديرش انا مطيشه في التقليه، تنوضع فقط دوك التوابل والحامض مصير.